الزول في اللون وذي توالين تيكوساك نوغال دالما تمثال ثاني كيضرون كا داو ثموث نتمازغا غورنا تمازغا ماشا كونزول نتمازغا لدغا ذي ازواد اكا تولام ثورا اما ظلك يروح يتولي غير كيضرون سما الماس لا غادي تموت سوريا ماشا نتسو كي كاين كيضرون غورنا دي تمازغا لا غادي ازواد الطاس يقدرون لا دغا يك شوالي يقدرون دينا دي ثمانية مالك النيجر نوغال ديما ضغوغا صابو بك الانساري نساري سلحي ونكابها كنيا نازاوا مقارن لو كونغري ناسيونال ازاواديان ناقص مزيغت وغراو اغراو اغناو نازاوا استعرف المؤتمر الوطني الازاوادي كولم كديا كان ابو بكر الانصاري كي ولت الدنيا دي دويتني يزرين امس لا يدس ديالي غا استعرف شكون سير غادي السعوديه ويخدم في السعوديه استعرف وسينا كيف يدينا ستروميت فرانسيس وسينا فرانسيس مشى دارني ميلي مسلايد شما شخص ونتفاهما انا كنت قبيليين اطاس كيف ولا متزغم بلا كنت ما شخص بعث لنا شطح اماكا اتمزق سنا قبيلي سنا إيه ثدي ونتكين أتسيلين استعرف وتزغم نبني غورنا تيكوساك يكون نسعى غير غبلان توتلاين يك توتلاين ومظال يال توتلايت من زمان سيوض يك إذننا نتمازغا نت قبايليت نتمازغا سومثا نكوني ماشي داغبل إيه هي أبو بكر الأنصاري ما ينير الزول فلاك أبو بكر الزول. زلفة الأول زلفة الأمازيغ، مرحبا بكم ومرحبا بجميع الأمازيغ. ونشكر هذه القناة التي تعبر عن الضمير الأمازيغي والتي تدافع عن جميع الأمازيغ. ونحن دائما نحب اللقاء مع هذه القناة لكي نوصل قضيتنا إلى الأمازيغ وخاصة في بلاد الاغتراب، لكي يتفاعلوا مع قضاياهم الأمازيغية ويدافعوا عنها في أماكنهم، لأننا نحن في زمن العولمة. المناضلين في الداخل والمهاجرين في الخارج الكل يدافع عن قضاياه، وهكذا الأمة الأمازيغية كلها يتعاطف بعضها مع بعض. ونحن قدوتنا في النضال الأمازيغي هي الحركة القبائلية التي بعثت الروح الأمازيغية في الأمة الأمازيغية منذ الربيع الأمازيغي في الثمانينات. ومع تطورها بدأ الحركة الأمازيغية تطور حتى شمل جميع الدول المغاربية، وبدأ أمازيغ دول شمال أفريقيا والمغتربين يهتمون بقضايا أزواد ومنطقة الساحل، لما يتعرض له الطوارق والعرب من الطوارق من مشاكل خاصة في مالي والنيجر. وهذا ما جعل الإعلام الأمازيغي يسلط الضوء على هذه القضايا. وقناتكم من القنوات الرائدة الأمازيغية التي دافعت عن القضايا الأمازيغية وتعبر عن الضمير الأمازيغي. تنمية تنسلم ديماس أبو بكر الأنصاري إنك باكي هذا كان يسنمر المطاف النار نتيكي ساك ميدي تاك نزال ياكو يتمثال يقدرون تمزغا ذوك مضال تسوما تاغين يشدن غورنا شكار يا وين هاف نسقسيه مس الأنصاري نسقسيه ومزورو ديالي غاف ياكو يشكي يضرون كان ذي تموثيس ذي تموثنا زواد غاف روسيا تموت لاروس واغنر تيمكشي وين الجزائريين انا كيدخل من الجزائر دينا خاطر الشكم ديما نسقط ديال نتاك الازواد غفوان يضران عني انه مستعي غفوان يضران دي سوريا اكد يفيلوثن الساحل نادي الدوسيي ديال الساحل لدغا اثيك النظام الازوادي هي الذي وين تلي نستعرف شكاية وين تسقسيو ام زوارو أكد ده حاجة شمس غادي ليه غافين كيضرون كذي الزواج. إذا أبو بكر الأنصاري الجزء الأول من حوارنا يكمن في حول ما يحدث في الزواج. السؤال الأول أنتم كرئيس حزب سياسي مدني استقلالي يطالب بحق تقرير المصير ورفض جميع الاتفاقيات السابقة ويعارض تدخل الجزائر في الملف الأزوادي، يشهد إقليم زواد حاليا تصعيدا خطيرا مع تزايد الانتهاكات من قبل الدولة المالية ومجموعة فاغنر الروسية. سؤالي كيف يواجه الأزوديون هذه التحديات، وما هو تقييمكم للأوضاع الإنسانية في الإقليم إقليم أزواد، هذا بعد اندماج العديد من الفصائل المسلحة في تنظيم جديد يسمى جبهة تحرير الأزواد؟ هذا هو السؤال. كما هو معروف، نحن حزب استقلالي تأسس عام 2006 من أجل أن ينشر الثقافة الحزبية
وقد استلهمنا تجربتنا من عدة تجارب قائمة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة تجربة مسعود البرزاني الذي هو امتداد لمصطفى البرزاني. ونحن الاستقلاليين أولئك الذين رفضوا جميع الاتفاقيات السابقة، وقدوتنا ومثلنا الأعلى في هذا هو الأمير محمد علي الأنصاري، وكذلك الشهيد منو دياك الذي استشهد عام 95. وهذا المعسكر الاستقلالي هو الذي رفض جميع الاتفاقيات ورفض جميع التدخلات الإقليمية وخاصة التدخل الجزائري. ونحن نريد أن ننشر الثقافة الحزبية وثقافة الديمقراطية وكذلك المطالبة بالحقوق والمقاومة السلمية، وتعريف قضيتنا في دوائر صنع القرار الغربي وغيرها من المناطق. قد وجدنا في المنابر الأمازيغية خير عون لنا في هذا، وقناتكم من ضمن القنوات الأمازيغية التي اهتمت بالقضية الأزوجية ودافعت عنها وجعلت القبائل في جميع أنحاء العالم يتعاطفون مع هذه القضية، وأصبحت قضية إجماع وطني لدى كل أمازيغ العالم. نحن نريد أن ننشر الثقافة الاستقلالية، أي أننا نريد دولة أزوادية على ترابنا، أو على الأقل إقليم على غير إقليم كردستان. ونريد أن نلعب في المستقبل في الساحة الأزوادية دورا كالدور الذي يلعبه الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البرزاني، أو حتى الدور الذي يلعبه مثلا تيار المستقبل بقيادة سعد الحريري في لبنان، أو حتى الدور الذي يلعبه مثلا وليد جنبلاط، وهؤلاء ينتمون إلى أسر سياسية لعبت أدوار في مجتمعاتها ولعبت أدوارا في استقلالها والدفاع عن كرامة شعوبها عن طريق أحزاب سياسية مدنية. ونحن نستمد من هذه التجارب تجربتنا. أما بالنسبة لسؤالك عن تقييمنا للوضع، نحن نرى الآن أن الوضع في الزواد وضع خطير جدا بسبب التدخل الروسي ومرتزقة فاغنر الذين يعيشون في الأرض فسادا ويقتلون الحجر والإنسان والحجر، وحتى الماشية لم تسلم منهم. مرتزقة فاغنر يقومون بجرائم في أزواد بدون حسيب أو رقيب، وهم جاءوا من أجل نهب ثروات أزواد وخاصة الذهب. هل تعلم أنه بعد دخول روسيا إلى مالي تحولت من مصدر الذهب تحولت من احتياط الذهب من رقم 10 إلى رقم 6 بفضل الذهب الذي تنهبه من مالي. ولذلك التدخل الروسي تدخل خطير جدا على الشعب الأزوادي وعلى قضيتنا وعلى المنطقة بصفة عامة، وهو أيضا يهدد بزعزعة الاستقرار وجعل المنطقة المغاربية أو حتى منطقة الساحل ساحل لحروب لا ناقة لشعوبها ولا جمل، بحيث أن استمرار روسيا في دعم مالي سيؤدي بأعداء روسيا إلى المجيء إلى المنطقة، وتتحول المنطقة المغاربية إلى حلبة لصراع لا ناقة لشعوبها فيها ولا جمل. والسبب في ذلك هو الانقلابيين الماليين الذين جاءوا بمرتزقة روسيا من أجل أن يحسموا لهم المعركة عسكريا، وقد تلقوا هزيمة ساحقة في شهر يوليو الماضي تحدث عنها جميع وسائل الإعلام. الحركات الأزوادية كانت هناك مجموعة من الحركات المسلحة على الأرض توحدت في إطار جبهة. هذه الجبهة وليدة وتحاول أن تشق طريقها إلى ترسيخ سلطة داخل أزواد ومحاولة إدارة الأمور الأزواديين، ونحن متفائلون بأن الوحدة ستكون في صالح الشعب الأزوادي. شكرا أبو بكر. نبقى دائما في ملف فاغنر وروسيا. رأينا مؤخرا أن هناك علاقة حميمة بين حكومة باماكو وروسيا. سؤالي: ما هو موقف جبهة تحرير الأزواد من التواجد الروسي في مالي، خاصة مع تصاعد دور فاغنر؟ وكيف تنظرون إلى هذه العلاقة بين حكومة باماكو وروسيا؟ جبهة تحرير أزواد جبهة حديثة العهد، ونحن كمؤتمر وطني أزوادي يعني لست قيادي في تلك الجبهة، ولكن الجبهة لها متحدثين باسمها، ولكن ما صدر منها حتى الآن أنها ضد التدخل الروسي وضد ما تقوم بمعركة فاغنر، وفصائلها المسلحة هي من قاد المعركة العسكرية ضد فاغنر في شهر يوليو الماضي. ما يحدث الآن أن دولة مالي أو الانقلابيين في مالي جاءوا بمرتزقة فاغنر من أجل تحت حجة معارضة الاستعمار الفرنسي. وما يحدث على أرض الواقع هو استبدال الاستعمار الفرنسي بالاستحمار الروسي، أي أن الاستحمار الروسي أشد وطأة على شعوب المنطقة من الاستعمار الروسي. وتاريخ روسيا الاستعماري في الشيشان وفي القوقاز وفي شرق آسيا معروف للقاصي والداني، وما قامت به في الجمهوريات التركمانية مثل طاجكستان وأوزبكستان على مدى التاريخ معروفة. بالتالي من أراد أن يستنجد بروسيا في مواجهة فرنسا فهو من استجار بجمرة من استجار بنار ضد جمرة.
أي أن الخطر الروسي على مالي نفسها وعلى شعوب المنطقة أخطر بكثير من أي شيء يتوقعه آخر. ثم أن روسيا الآن ستجعل من منطقة الساحل ورقة لمقايضة الاتحاد الأوروبي والدول الداعمين لأوكرانيا، بحيث أنها تستطيع أن تقطع الغاز وتستطيع أن تقطع اليورانيوم الذي كانت فرنسا تمد به الطاقة إلى أوروبا للتأثير على حلفاء أوكرانيا في منطقة في أوروبا. وبالتالي روسيا تريد أن تجعل من شعوب الساحل أوراق في مساوماتها، وكذلك أصبحت المنطقة أداة لتجريب أسلحة الكبار. يعني روسيا تجرب أسلحتها، تركيا تجرب طائراتها المسيرة على الشعوب الأمازيغية في المنطقة. وبالتالي الوضع كارثي. العلاقة بين مالي وروسيا علاقة تبعية، لم يعد لمالي أي قرار سيادي. مالي الآن دولة تابعة لروسيا، يمكن أن تقول أنها مثل الشيشان أو مثل حتى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. لا قرار لمالي إلا ما تريده روسيا. والشعب المالي الآن يعاني الأمرين بسبب التدخل الروسي، لأن روسيا تنهب الذهب وتنهب المال، ومالي محرومة من المساعدات الغربية التي كانت تلقاها أيام دعم فرنسا لها. وبالتالي أصبح هناك ضعف اقتصادي وهناك انهيار اقتصادي، والشعب المالي الآن يكاد يثور على الحكومة المركزية بسبب دعم روسيا لها. وروسيا لا تقدم شيئا سوى أنها تأخذ الذهب وتنهبه، وتترك الشعب المالي يجوع، وتترك المنطقة تتعرض لأخطار التدخلات الخارجية. أخت شوف في مجمد نسوق كلش خاطر ماشي دايما سهل باش كنا نربح الوقت شكون تصي تقسيني سده كاع مس أبو بكر الأنصاري هذا شكاية وين تسيويس كان هذا السؤال الثالث مس أبو بكر الأنصاري هو أن المنطقة الآن تعيش انتهاكات جسيمة تطال أو تصل حتى المدنيين والبنية التحتية، يعني ما يقال بالفرنسية les infrastructures. سؤالي كيف توثقون هذه الانتهاكات، وهل هناك تواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية لمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات؟ نحن نقوم بتوثيق ما تقوم به مالي وفاغنر من جرائم، ونبعث بها إلى المنظمات الدولية، ولدينا تقارير تقريبا شهرية وأسبوعية. كان هناك جمعيات مثل جمعية كان وهناك أيضا منتدى لحقوق المجتمع المدني الأزوادي. كل هؤلاء يوثقون جرائم مالي ويرسلونها إلى المنظمات الدولية بغية محاكمة هؤلاء المجرمين. الإشكالية التي نواجهها الآن هي أن دولة مالي تعتمد على روسيا وعلى الفيتو في مجلس الأمن وعلى غيرها من الأمور، وروسيا أصبحت تعتمد على مالي فيما يتعلق بتوسيع نفوذها في منطقة الساحل. وأصبح الشعب الأزوادي والشعوب المغاربية ضحية للتدخل الروسي. وكما قلت في إجابة سابقة، أن ما يحدث الآن أن روسيا ستجلب لنا التدخلات الخارجية، وستجعل من المنطقة ساحة للتجاذبات. وبالتالي نحن نرى أن الحل الوحيد هو رفع روسيا يدها عن هذه المنطقة، وجعل شعوب المنطقة تنظم علاقاتها فيما بينها. نحن نريد علاقة حسن جوار مع مالي، نريد حكم ذاتي لفترة، ثم بعد ذلك استفتاء على حق تقرير المصير، مثل ما حدث في تيمور الشرقية التي انفصلت عن أندونيسيا، بطريقة متدرجة وبطريقة تجعلنا نعود إلى محيطنا المغاربي الذي نحن جزء لا يتجزأ منه. فإقليم أزواد إقليم مغاربي، هو امتداد للدول المغاربية، والشعب الأزوادي هو امتداد للشعوب الأمازيغية والشعوب العربية في الشعوب الأمازيغية وحتى بعض الشعوب العربية. المهم أن هنالك تواصل مع المنطقة المغاربية بكل مكوناتها، ونحن جزء من هذه المنطقة المغاربية بكل تنوعها وإمكانياتها، وجزءا من تاريخها. دولة المرابطون انطلقت من هذه المناطق التي هي تعتبر جزء من التاريخ المغاربي بشكل عام. ونحن نعتز بدعم الأمازيغ لنا، ونعتز بدعم القبائل لنا. فمناطلين القبائل هم الذين دافعوا عنا في عواصم صنع القرار، سواء في الولايات المتحدة أو كندا أو في باريس. والقبائل هم الذين كان لهم السبق في نشر الوعي الأمازيغي وضرورة تعاطف الأمازيغ فيما بينهم. ونشكر هذه القناة التي تعتبر أحد القنوات الأمازيغية التي دافعت عن القضايا الأمازيغية ولا زالت تدافع عنها، وكما وصفتها أنها تمثل الضمير الأمازيغي. شكرا. هذا ما سوف أصل إلى السؤال الأخير في ملف الأزواج.
سؤالي في ظل الظروف المأساوية الحالية، ما هي مطالباتكم السياسية والأساسية؟ وهل ترون أن حق تقرير المصير للأزوديين لا يزال قابلا للتحقيق في ظل الوضع الإقليمي والدولي الراهن؟ حق تقرير المصير دائما هو مطلبنا، مطلب كل الشعوب التي تدافع عنه. قد تتوفر لك القوة لتحقيقه وقد لا تتوفر لك، ولكن يبقى هذا الحق حق مطلوب، لأنه كما قلت لك نحن منطقة أزواد لا يربطها بمال أي رابط تاريخي أو جغرافي. نحن امتداد للمنطقة المغاربية. جاء المستعمر في لحظة معينة ورسم خرائط وسلخ مناطق وضم مناطق، ونحن لا نعترف بتلك التقسيم، ونعتبر أن أنفسنا جزء مغاربي سلخ منها من المنطقة المغاربية الكبيرة التي تمتد من ليبيا إلى المغرب. وبالتالي كل ما حدث أننا نطالب بهذا، وهناك تكاذب علينا، وهنالك تواطؤ من بعض الأنظمة المجاورة لنا التي تتعاون مع مالي، مثل نظام الجنرالات الذي دائما يرعى اتفاقيات الهدف منها أن تسلبنا انتصارنا وتعطي انتصار سياسي لمالي على أنقاض مأساتنا. نحن نطالب بحق تقرير المصير، وهذا الحق تطلبه، وهذا الحق تعطيه لنا جميع القوانين الدولية والمواثيق الدولية، ونحن نطالب به كما يطالب غيرنا بحق تقرير المصير. وكما يدعم غيرنا في حق تقرير المصير، نطالب أيضا بدعمنا في تقرير المصير. وهنا أدعو الأمازيغ خاصة في دول الاغتراب، في الولايات المتحدة، في كندا، في أوروبا، أن يتبنوا هذه القضية الأزوادية وحق تقرير المصير ويدافعوا عنها في عواصم صنع القرار وفي وسائل الإعلام المحلية، كما تفعل جميع الجاليات مع قضاياها. لأن نحن شعب يحتاج إلى الدعم من جيرانه ويحتاج إلى التضامن من أشقائه، ونشكر كل أمازيغي قام بدعمنا خاصة. وأذكر أنه العام يناير الماضي الحركة الأمازيغية القبائلية نظمت في باريس مظاهرة لدعم أزواد وللتنديد بجرائم فاغنر وللتنديد بما يقوم به الجنرالات في أرض القبائل. هذه المبادرة نتمنى أن تتكرر، وتتكرر أيضا في عواصم أخرى. نتمنى أن تتكرر في أوروبا، في أمريكا الشمالية، مثل هذه المظاهرات ومثل هذه الفعاليات المؤيدة لحق تقرير المصير، والتي يقوم بها أمازيغ أو حتى شعوب متعاطفة معنا كالأكراد أو الأرمن أو غيرهم، ممن يرون أن ما نعانيه هو مأساة حقيقية يجب على الأحرار في العالم أن يدافعوا عنها. أثناء السلام دي وحريشة مزوارو نسقسي نسكي غيماس أبو بكر الأنصاري مثل يدغى في حل التيدين كي كاين زاوديين اللي تمنطني نسن دارنك ياكل التعديات اللي تلين في اللسن وشو يزمر تخدمن يسرتي نسن يشبان أكابر إنس توغا شكايا وين سحريش وين سيني سقسيين وكنا نظر ميلان يشوفا وين كيضرون كاغونس دي أزواد كدو أنك يضرون كذي سوريا. هذا ما يؤدي بنا إلى الجزء الثاني للأسئلة. مس أبو بكر الأنصاري هو التقاطع بين الزواد وسوريا. مؤخرا استضفت مناضل سوري في كندا، نزار حمود الشنقاوي، تكلم على وجه التشابه بين الأمازيغ وبصفة خاصة الطوارق الذين هم موزعون حول عدة دول، منها ليبيا والنيجر والجزائر والمالي، وكذلك الأكراد في سوريا وتركيا وإيران والعراق. السؤال الذي أسأله لك هو بالنظر إلى التجربة السورية، هناك تشابهات في معاناة الشعبين الأزاودي والسوري من الانتهاكات والقمع. برأيكم ما هي أوجه التقاسم الجغرافي أو السياسي المشترك بين أزواد وسوريا؟ كما تعرف هناك تشابه كبير بين المجتمع الأزوادي والمجتمع السوري، وخاصة المجتمع الكردي السوري، لكن هناك أيضا اختلاف بيننا وبين الأكراد في سوريا، لأنه نحن في الأكراد في سوريا يمثلون منطقة شمالية شرقية، نحن نمثل منطقة أزواد تمثل ثلثي مساحة مالي الإجمالية، وبالتالي من حيث المساحة نحن يعني تريد تقول أن الأكراد سوريا منطقة صغيرة مقارنة إلى أزواد في النيجر والمالي اللي هما لهم مساحة أكبر في خاصة في المالي. هذا هو مقصودك يعني؟ هذا هو المقصود. وأيضا مثلا مساحة الأكراد في العراق أكبر من مساحة الأكراد في سوريا، ومساحة الأكراد في إيران أكبر من مساحة الأكراد في سوريا،
ومع ذلك الشعب السوري الوجود الكردي في سوريا وجود أصيل وقديم، يكفي فخرا أن صلاح الدين الأيوبي الذي يتفاخرون به هو كردي من منطقة سوريا. بالتالي الوجود الكردي متجذر في سوريا، وهناك الكثير من الأسر الكردية ذابت في المجتمعات العربية وأصبحت تقول عن نفسها عرب ولكنها ذات أصول كردية. أردت أن أقول لك أن المجتمع الطارقي يشبه المجتمع الكردي، حيث أن المستعمر قسم الأكراد بين 4 دول: سوريا وتركيا وإيران والعراق، وكذلك قسم الطوارق ما بين مالي والنيجر وجنوب الجزائر وجنوب ليبيا. وهناك الكثير من القواسم المشتركة، وهناك تعاطف بين القضيتين الكردية والطارقية. على سبيل المثال أنا أكتب في الكثير من المواقع الكردية وأستضاف من قبل الكثير من وسائل الإعلام، وفي بداية حديثي قلت لك أنني أستلهم من التجربة البرزانية، من تجربة مسعود البرزاني الذي يعتبر والده مصطفى البرزاني، هو الأب الروحي للثورة الكردية التي قادها في المهابات في إيران في أربعينيات القرن الماضي، قبل أن ينتقل إلى أربيل ويواصل فيها ثورته ويصبح حاضنا للمقاومة الكردية في العراق وفي سوريا وفي غيرها. هنالك أحزاب سورية كردية تدور في فلك الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهناك أحزاب تدور في فلك عبد الله أوجلان حزب العمال الكردستاني. خلاصة القول هناك تشابه ما بين القضية الكردية والقضية الطوارقية من حيث التوزيع الجغرافي ومن حيث النضال. ونحن نعتز بدعم الأكراد ونعتز بصداقة الأكراد ونتعاطف مع القضية الكردية، وأيضا نشكر الأكراد على تعاطفهم مع جميع القضايا الأمازيغية، وأنهم في كل مناسبة يعبرون عن صداقتهم بالأمازيغ وعن تعاطفهم مع الأمازيغ. أيضا جغرافيا الموقع الذي يحظى به أزواد بين المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل مثل الموقع الذي تحظى به مثلا سوريا بين شبه الجزيرة العربية وبين آسيا الوسطى اللي هي تركيا وأذربيجان وغيرها. وبالتالي هناك تشابه في الجغرافيا، هناك تشابه في الظروف، وهناك تشابه في المعاناة، وهناك يعني أيضا إسناد متبادل أو تعاطف متبادل بين الأكراد وبين الأمازيغ عامة والطوارق خاصة. وهذه القضايا قضايا عادلة، وحتى المنظومة الأمازيغية تتعاطف مع القضايا الأكراد. أنا عضو في كثير من التنظيمات الأمازيغية، ودائما لدينا أصدقاء أكراد يتعاطفون معنا ويتعاطفون مع قضايانا، والشعب الكردي صديق للشعب الأمازيغي ومتعاطف مع قضاياه وخاصة قضية الطوارق. لكن أبو بكر الأنصاري، هذا النقاش يعني تكلمت عن أوجه التشابه بين القضية الزوادية والقضية الكردية في الشرق الأوسط، ولكن ليس هناك تشابه فيما يخص التدخلات الدولية. يعني ما أريد أن أقول أن سوريا شاهدت تدخلات دولية كبرى لأسباب عدة وأثرت على مسار الأحداث. سؤالي: هل ترون أن أزوات بحاجة إلى تدخل دولي مماثل، أم أن الحلول الإقليمية تظل الخيار الأنسب؟ هذا هو السؤال. للأسف الشديد تجربتنا مع الحلول الإقليمية تجربة فاشلة، وينطبق عليها المثل السوري: اللي بيجرب اللي مجرب عقله مخرب. يعني التدخلات الجزائرية والوساطات الجزائرية منذ التسعينات إلى يومنا هذا إنما هي تكريس لمعاناة الشعب الأزوادي وتقوية لمال علينا، وبالتالي يعني فقدنا الثقة في الحلول الإقليمية لأنها لا تحل لنا سوى المعاناة. التدخلات الدولية أيضا نحن نرى روسيا إلى جانب مالي، نتمنى أن بعض الحلفاء الغربيين يتبنون قضيتنا، ولكننا أيضا نخاف من الصفقات التي تبرم. فعلى سبيل المثال قلت لك من الصفقات التي أبرمت في 2017 عندما قام إقليم كردستان باستفتاء على تقرير المصير، أن هناك صفقة سرية أمريكية إيرانية أدت إلى إجهاض حلم مسعود البرزاني في تحقيق المصير. نخاف من مثل هذه الصفقات، ولكننا أيضا نتمنى تدخلا غربيا لمواجهة النفوذ الروسي الداعم لمالي. وكما قلت لك الحلول الإقليمية يعني جربناها، خاصة التدخلات الجزائرية، وكانت وبالا على قضيتنا. وكما قلت أن ينطبق عليها المثل السوري: اللي بيجرب اللي مجرب عقله مخرب. من الصعب أن نثق في الحلول الإقليمية لأنها مفصلة على مقاس الأنظمة التي تضطهدنا، ولذلك نتمنى تدخلا خارجيا لصالحنا، ولكن أيضا تدخل لا يجعل المنطقة يعني ساحة لتصفية حسابات غربية روسية. شكرا. هذا ما يؤدي إلى السؤال الموالي، هو أن هناك مشترك بين الشعبين الأزوادي والسوري في المطالبة بالحرية وحقوق الإنسان. سؤالي: كيف يمكن الاستفادة من التجربة السورية في توجيه نضالها السياسي والدبلوماسي؟
التجربة السورية تجربة يعني مفيدة جدا. الشعب السوري قام بثورته، وكما حدث أنه تحالفت أنظمة مع نظام بشار الأسد مثل إيران وروسيا وغيرها، وأنشطت الثورة سنوات وسنوات، ولكن مع صمود الشعب السوري وتماسكه تغيرت المعادلات وأصبح هناك. نحن نتمنى فعلا أن الدول التي تعادي روسيا أن تفهم أن مصالحها، وحتى الدول الشرقية نتمنى أن تفهم هذه الدول أن مصالحها في المنطقة هي في دعم حق تقرير مصير شعوب المنطقة، وليس في دعم أنظمة مستبدة. يعني مثلا الغرب، ما دامت روسيا إلى جانب مالي، لماذا لا يلتفت الغرب إلى جانب الأزواديين؟ لماذا لا يقدم لهم الدعم؟ طبعا نعرف أن مثل هذه الخطوات لا تأتي هكذا بالعواطف. يعني يجب أن يتحرك المناظرون الأزواديون ويتحرك معهم المناظرون الأمازيغ الذين يقيمون في هذه العواصم، لكي يتحدثوا مع الإعلام المحلي في تلك الدول ويبينوا لهم أن مصلحتهم مع نضال الشعب الأزوادي وليس مع حكومات مستبدة. عندما تتضافر الجهود ما بين المناضلين الأمازيغ، سواء الأزواريين في الداخل والمناضلين الأمازيغيين في دول الاغتراب، وتحدث تظاهرات مثل التي تحدث عنها سابقا، المظاهرات التي حدثت في باريس، أن تحدث أخرى مثلا في أمريكا وفي كندا وفي دول الاتحاد الأوروبي، عند ذلك سيستيقظ الضمير الغربي على وقع هذه المأساة، وسيتعاطى مع هذه القضية بإيجابية. ونحن متفائلون بأن الوعي الأمازيغي الشامل الذي يجعل كل الأمازيغ يدافعون عن قضايا بعضهم بصرف النظر عن اختلاف لهجاتهم أو حتى دياناتهم، المهم أن هناك هوية أمازيغية جامعة تجعل كل أمازيغ يتعاطف مع قضية الأمازيغ الآخر بصرف النظر عن أي فروقات أخرى. هذا من شأنه أن يؤدي إلى أن القضية الأزوادية ربما تكون رقم صعب في المعادلة الغربية في منطقة الساحل، مما يؤدي إلى حق تقرير المصير، وأيضا يكون ذلك انتصارا للأمازيغ واسترداد لأراضي أمازيغية ضمت إلى منظومة غرب إفريقية لا ناقة لها فيها ولا جمل. أثناء اندقاق أبو بكر الأنصاري يمزغنم عندما لان لدغاية قبيليين إنك ذو لقانك هذه اللي فوس نتلت جان إما زغن يكون لدغا سوضن ثاغش نسن غال الجناس لدغا أين كذا هناك غوصن ذي أزواد شكينا يجن سيد سدون فو نكشو مكين كين أروسير دي ثمانات ننسن سؤال الموالي يخص دائما العودة إلى روسيا. سؤالي: مع توسع النفوذ الروسي في سوريا عبر تدخلها العسكري ومن ثم في المالي عبر مجموعة فاغنر، سؤالي: كيف تؤثر هذه السياسة على الأزواد؟ وهل تعتبرون التدخل الروسي تهديدا مباشرا لحق تقرير المصير في الإقليم؟ هو التدخل الروسي تدخل ضار بمالي قبل ما يكون ضار بأزوات، لأنه كما قلت لك هناك اختلاف. يعني على سبيل المثال لو قسنا الاستعمار الفرنسي، لو قسنا مثلا فرنسا في منطقة أفريقيا، صحيح أنها تأخذ الثروات وتأخذ كثير من الأمور، ولكنها تساعد هذه الدول في تنمية ميزانياتها، وتساعدها أيضا في الحصول على مساعدات غربية وعلى مساعدات من الاتحاد الأوروبي ومن الدول الغربية. أما الروس فهم ينهبون كل شيء ويتركون الشعب جائع ويتركون الشعب يعني يعاني المشاكل. وروسيا لم تأتي إلا بالخراب، جاءت بفاغنر، وفاغنر تقوم بالقتل الجماعي وتعيش في الأرض فسادا، ولا يوجد أي شيء إيجابي يمكن أن يحسب لروسيا في هذه المنطقة. شعارات الاستقلال الثاني أو السيادة، أو أن المنطقة خرجت من الاستعمار الفرنسي، وأن روسيا ستدخلها جنات النعيم وتدخلها في فردوس، هذا أمور عاري عن الصحة تماما. روسيا لم تأتي إلا بقتل البشر والحجر والمواشي وتسميم الآبار وانتهاكات حقوق الإنسان، وليس هناك إيجابية واحدة للتدخل الروسي يمكن أن تحسب له. بل على المدى المتوسط الشعب المالي الذي كان في الماضي يتظاهر ضد فرنسا، اليوم يتمنى أن يقبل رجل فرنسا لكي تعود، بسبب ما رآه من روسيا من قتل وإجرام وانتهاك حقوق الإنسان. حتى المنظومة العسكرية الآن، هل تعلم أنه الآن في مالي هناك صراع بين روسيا وتركيا، من منهما يهيمن على مالي؟ فاغنر على الأرض تقاتل، والمسيرات التركية هي الإسناد الجوي. وفي النهاية سيتعين على مالي أن تختار ما بين أحد الحليفين، إما أن تختار روسيا وتغضب الغرب، أو تختار تركيا، وبالتالي يحدث ارتباك في المشهد المالي. خلاصة القول
أن التدخل الروسي تدخل فاشل ومضر بالمنطقة. ونتمنى من المتعاطفين مع قضيتنا من الأمازيغ أن يدركوا أن الخطر الروسي خطر على المنطقة المغاربية ككل، وأن روسيا ستجر المنطقة المغاربية إلى جعلها ساحة لتصفية حسابات غربية روسية، وهذا كارثة على الشعوب المغاربية. ويجب على النشطاء الأمازيغ وخاصة القبائل المتواجدين في عواصم صنع القرار الغربي أن يدركوا الخطر الروسي الذي يهدد شعوب المنطقة، والمتحالف مع نظام الجنرالات المعادي للحركة الأمازيغية القبائلية، ويدركوا أن روسيا جملة وتفصيلا هي عدو لهذه المنطقة، ويجب عدم السماح لها بالتغلغل ما لم تغير سياستها وتبتعد عن إيذاء شعوب منطقة شمال وغرب أفريقيا. نبقى دائما في ملف روسيا. بعض التقارير الأستاذ تشير إلى أن روسيا تستخدم مالي كمنصة بلاتفورم لتعزيز نفوذها في منطقة الساحل. سؤالي: كيف تنظرون إلى هذا الدور، وما هي رسالتكم للمجتمع الدولي بشأن ضرورة كبح التدخلات الأجنبية التي تعمق الأزمة في أزواد؟ ولا شك فيه أن التدخل الروسي في منطقة الساحل تدخل خطير جدا، وسببه الرئيسي هو معاقبة الدول الغربية على دعمها لأوكرانيا. يعني دعم أوروبا والولايات المتحدة لمنطقة لأوكرانيا، والذي جعل روسيا تفتح جبهة معها في منطقة إفريقيا، بحيث تحرم فرنسا من مستعمراتها الأفريقية، تحرم فرنسا من الذهب المالي، وتحرمها من الذهب المالي الذي هو ضامن لليورو والفرنك الافريقي، وتحرم النيجر من اليورانيوم الذي هو سبب الطاقه في فرنسا، وتحرم الدول الغربيه من الحديد والغاز الذي ياتي من هذه المنطقه. وبالتالي تريد روسيا ان تضع يدها على هذه المنطقه لكي تضعف الدول الداعمه لاوكرانيا. ومن هذا المنطلق نقول لهذه الدول التي تساعد اوكرانيا ان عليها ان تلتفت الى ما تقوم به روسيا في المنطقه، وتقوم بتطويقها قبل فوات الاوان، والا اذا استفحل الاخطبوط الروسي في افريقيا فسيجد الغرب نفسه يعني فيما لا تحمد عقباه، وعليه يجب احتواء المد الروسي ودعم شعوب المنطقة المغاربية، خاصة شعوب منطقة الساحل التي تطالب بحق المصير. وأن يعلم الجميع أن هذه المنطقة تعاني بسبب التدخل الروسي، ويسلط الضوء على الإجرام الروسي في حق الشيشان وفي حق الأرمن، الإبادة الأرمنية في حق الشيشان وفي حق طاجكستان. وأيضا يحد من التدخل التركي الذي هو إلى الآن ضد شعوب هذه المنطقة، وأن على تركيا أن تختار ما بين حلف شمال الأطلسي وما بين روسيا، فلا يمكن أن تكون مع روسيا في مالي ومع حلف الناتو في نفس الوقت، لأن هذا نوع من التناقض يعني لا مبرر له. ونتمنى ممن دعموا الثورة السورية حتى أزاحوا بشار الأسد أن يدعموا حق تقرير المصير والإطاحة بالنظام الانقلابي في مالي، حتى يستعيد شعب مالي عافيته ويبرم اتفاق سلام مع الأزواديين مبني على حق تقرير المصير وعلى الحكم الذاتي التدريجي، ثم بعد ذلك استفتاء وقيام دولة أزواد التي ستكون دولة جزء من المنطقة المغاربية وجزء من منظومة الشرق الأوسط الكبير، الذي نتمنى أن يكون شرق أوسط لكل شعوبه بكل تنوعه الثقافي والإثني وغيرها من الأهداف النبيلة التي يسعى إليها كل من يريد حق تغيير المصير. دتشكيا جنتوغن بضد تستشي ونقارو نتاقرا وكنا نزغ دا شوثني شقارون داغن شوثني زناني زمان غادي شقاع ونلقيا كي نعقو ساكين وذوذ نغرف الازواد اكد تمثيل نتاقرا لانت وذاكن شو زمان نخمن مولا تسيرثيث اكد يسلن وكن هذا ضغضن داغن الفغين سن هذا ما يؤدي بنا الى السؤال الأخير، وهو سؤال ختام الحوار الأستاذ أبو بكر الأنصاري. في ظل كل هذه التحديات، ما هي رسالتكم للشعب الأزوادي وللمجتمع الدولي، وماذا يمكن نحن كوسائل الإعلام ورجال وسياسيون يفعلون أن لكي أو بصفة بكيفية أخرى، كيف يمكن للجهود الإعلامية والسياسية أن تساهم في تحقيق أهدافكم الوطنية؟ هذا هو السؤال.
وبصفة مكملة كذلك، ما هي رسالتكم للشعوب المغاربية الأمازيغية؟ يعني ما نقولوش المغاربية، نقولوا تمازغة. ما هي رسالتكم للشعوب الأمازيغ بشمال إفريقيا والمغتربين في الخارج؟ هذا هو الطرف الثاني من السؤال. نقول ان على الامازيغ وخاصه الامازيغ المغتربين ان يدركوا ان من واجبهم الدفاع عن القضايا الامازيغيه في الداخل، وان يعرفوا وان يؤمنوا بوحده القضايا الامازيغيه. فيعجبني كثيرا الثقافه التي عند القبائل، ان كل قضيه امازيغيه تعنيهم. فالقبائل الان يدافعون عن ازواد في كل مكان، ويدافعون عن امازيغ ليبيا، ويدافعون عن امازيغ جزر الكناري. اصبحت القبائل حاضنه وضمير لكل الامه الامازيغيه، وهذا شيء يبشر بالخير ويرفع الراس ويجعلنا جميعا نفتخر بان هنالك حركه امازيغيه يمكن الاعتماد عليها في التعريف بمعاناه شعبنا. يمكن لوسائل الاعلام وخاصه الاعلام المرئي والمكتوب، وخاصه المغتربين الان يستطيعون ان يترجموا مقابلاتنا الى لغات متعدده كالفرنسيه والانجليزيه في الاعلام الكندي والاعلام الامريكي والاعلام الاوروبي، ويعرفوا هذه الشعوب بمعاناه شعبنا. وكذلك يستطيعوا مثلا أن يربطوا علاقات بين وسائل إعلام غربية مع مناضلين أزواديين لكي يقوموا بالحديث إلى هذه الوسائل ويعرفوها بهذه القضية. أيضا يمكن أيضا النشطاء الأمازيغ في أوروبا وفي الولايات المتحدة وفي كندا أن ينسقوا مع نشطاء أكراد وأرمن وغيرهم من الشعوب التي تدافع عن حقوق المصير، من أجل إيجاد تكتل او نسميه لوبي في الاقتراب يدافع عن هذه القضايا، ويقايض اصوات هذه المنظومه مع الانتخابات المحليه، بحيث ان الصوت الامازيغي او الصوت هذا التكتل يحصل عليه الحزب الذي يؤيد القضيه الفلانيه في المنطقه الفلانيه. وهذا ما يفعله كثير من الجاليات تفعله. دائما الناس يتكلمون عن اللوبي الاسرائيلي وسبب تفوقه. السبب في ذلك ان هناك يقايض الصوت اليهودي او المصالح لهذا المرشح وذاك بما سيقدمه لاسرائيل من فوائد. كذلك نريد من الشعوب الامازيغيه ان تعرف ان لها قضايا، وان على المرشح سواء للكونغرس او للرئاسه او لحكم ولايه معينه ان عليه ان يخدم قضايا هذه الشعوب او يدافع عنها على الاقل، من اجل ان يحصل على صوت هذه الشعوب، ثم يبني علاقه ايجابيه بين هذه الجاليات وبين المنتخبين المحليين، ويصبح هناك منظومه داعمه لهذه القضايا، بما يعود بالفائده على جميع القضايا الامازيغيه والقضايا العادله في هذه المنطقه، ونتجاوز بذلك التحالفات ما بين الانظمه الاستبداديه وبعض الدوائر الغربيه التي تجعلها تقايضها بمصالح اقتصاديه او نفطيه او غيرها من ذلك. فيصبح المغترب يقايض صوته بدعم قضيته، ليفسد على المستبد الذي يقايض بثروات ليست له من اجل ان يحصل على حق ليس له. وبالتالي هذا يستطيع الامازيغ في اوروبا، في الولايات المتحده، في كندا، ان يقوموا بهذا الدور بالتنسيق مع المناضلين في الداخل، ويكون هنالك نظام حمايه لهذه القضايا العادله من الصفقات التي تبرم هنا وهناك، وتنتصر بذلك القضايا العادله، ويكون هنالك وحده في الامازيغ، وحده في الراي وحده في الدفاع، بحيث ان كل ما يصيب امازيغي في منطقه هو يصيب الامازيغ جميعا، فنكون كالجسد الواحد. ما اصاب القبائل اصاب الطوارق، وما اصاب الطوارق اصاب النظام، وما اصاب، وبالتالي يصبح هناك نظام امازيغي قادر على الدفاع عن قضاياه، وقادر ايضا على الدفاع عنها في عواصم صنع القرار. وبالتالي يصبح الامازيغ وقضاياهم رقم صعب يحتاجه الغربيون في انتخاباتهم الداخليه، ويحتاجه ايضا غيرهم. وبالتالي يصبح الامازيغ قادرين على التاثير في موازين القوى، وهذا سيجعل الانظمه التي تضطهد الامازيغ تضعف، وبالتالي تقل خياراتها وتنتصر القضايا الامازيغيه. هذا ما نتمناه أستاذ أبو بكر الأنصاري. أود أن أشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك القيمة، ونتمنى أن تحظي كما قلت قضية الأزواج بدعم عالمي أكبر يعكس عدالة مطالبها، وكذلك هم مطالب كل الشعوب الأمازيغية في شمال إفريقيا. شكرا جزيلا أستاذ. حياكم الله. أكيد نسانا الثقة تبلي تكيد اسم لأن نكذ ماس أبو بكر الأنصاري لأن نكيد دنيا غفو قانون ويجرا وغلنا الأزواد على الكونغري ناسيونال أزواديان، المؤتمر الوطني الأزوادي.
يغد في سقسين النار وعشرة سقسيين فضا نفسين يحريش مزوارو أشي كيضغونا كاغونسن دي أزواد حريش دعني ويسين ذا شدو يا تمسات نسنك تمسات أن سوريا ونكفات سو سقسين أنقارو إوا كنا أنظر ذا شو ذيك سوثور كثير ماس أبو بكر الأنصاري ذيك مولان يسلن أكذا إسترسيين يسيان مليل ذوذ ما والنظام ذي سنت النظام ونديني قيمة ذي ثالوث